بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا زانين وطيبين في كل مكان يا رب. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم ان شاء الله بإذن الله كده عليكم يا رب، ويعودها عليكم الأيام بخير يا رب، وصحة بقى وصحة وراحة بال، اللهم آمين يا رب العالمين. ده فيديو جديد يا جماعة على القناة. طبعا واحنا الحمد لله ربنا بلغنا دايما رمضان كده، وحبايبنا معانا وأهالينا وأصحابنا وأولادنا يا رب، اللهم آمين احنا وانتم أجمعين يا رب. في رمضان الفيديو ده يا جماعة، طبعا عملت فيديو على الكتاكيت لما جبت هنا جداد أول مرة، والفيديو ده أنا طلعت من فوق، فأنا قلت لازم نصور لكم فيديو بإذن الله كده وتشوفوا معانا. طبعا أول حاجة كده نبدأوها نسموا الله، نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بكل الناس يا جماعة اللي مشرفانا ومنورانا واتبعنا على راسنا والله من فوق، ربنا يجبر بخاطركم أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. وكل الناس اللي تبعتنا جديد ودخلت عندنا جديد، بارك الله فيكم، شكرا لكم. إن شاء الله بإذن الله كده ربنا يجبر بخاطرنا أجمعين يا رب، اللهم آمين. يبارك لنا في أولادنا وفي رزقنا، اللهم آمين. ده فيديو يا جماعة الكتاكيت زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. شايفين أنا عملت فيديو كانت جمعة، لما عملت الفيديو الاستقبال بتاعهم كان يوم جمعة، تمام. احنا النهاردة بإذن الله كده السبت، يعني الجمعة بتاعت امبارح احنا كملنا 8 أيام. فشايفين بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. شايفين أنا طلعت من فوق يا جماعة، فقلت لازم نوريه ليكم، تمام. زي ما عارفين ان احنا هنحطه فوق التربية بتاعتنا، فوق هنحطوهم في ايه، في الكفاية اللي هي دي فوق. طبعا معلش عشان الشمس فممكن الإضاءة ما تكونش واضحة، تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله، انا عايزاه يطلع. طبعا انا هنستنى الشمس الجاية لما نطلعهم، لان الدنيا لو مدينا رجع البرد بتاعنا. اول حاجة يا جماعة كده قبل ما تبدأ الفيديو، متابعينا ومكملين معانا لاخر الفيديو ان شاء الله باذن الله كده، تشتركوا معانا في القناة وتفرحونا بالاشتراكات واللايكات والتعليقات الحلوة بتاعتكم. أهلا بكل الناس، والله كل الناس، ربنا يجبر بخاطركم أجمعين يا رب العالمين. شكرا لكل الناس اللي هتشترك عندنا. إن شاء الله بإذن الله كده إيه القناة تكبر بيكم، وإن شاء الله بإذن الله كده ربنا يجعلها باب رزق ليا والأولاد في البيت. ادعونا يا جماعة وادعونا بالشفاء، ربنا يتم الشفاء على خير يا رب لكل المسلمين في كل مكان، اللهم آمين يا رب العالمين. الدعوة في رمضان وإحنا صايمين كده، وادعوا بظهر الغيب لكل إخوانكم في كل مكان يا رب، تمام. تعالى كده بإذن الله، تعالى هنوريكم العلف بتاعهن والمية وهنرجع لكم تاني. ادي العلف يا جماعة، العلف اللي هو الناعم، تمام. مكملين معاكم علف ناعم لسه، طبعا هن صغيرات. ودي مية، اللون عشان العلبة سودا يا جماعة مش باينة ان المية نظيفة وانا حاطة فيها كمان ايه مية نظيفة يا جماعة. لازم والله الواحد يهتم بايه، بالطيور زي ما اتفقنا، تمام. انا حاطة في المية دي يا جماعة من ده الكالسيوم، انا كنت جايباه للبط، تمام. فانا حطيت منه شوية، زي ما عارفين ان احنا هنمشي امورنا باللي عندنا في البيت، فباذن الله كده ايه انا حطيت لهم شويه. وادي العلف بتاعهم، طبعا هم ايه عايزات يطلع، فانا هنحطهم في الكفايه دي. شايفين مقفله، وانا مقفلها بالخلق كده من تحت، تمام، عشان خاطر ايه ما يطلعنش منها لان لسه صغيره. طبعا الكفايه دي يا جماعه عشان احنا عندنا هنا الغراب هياكل اي طيوره تكون صغيره، معبي الدنيا عندنا هنا الغربان كتير يعني، فأياكلن أي طيور لأن فوق السطوح فظاهرة بالنسبة لهن، أياكلن أي طيور صغيرة، تمام. شايفين ده المية يا جماعة نظيفة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حاطة فيها الدواء زي ما قلت لكم الكالسيوم، وادي العلف هنحط اليوم في الكفاية وهنرجع لكم تاني. وادي يا جماعة شايفين بسم الله ما شاء الله، أنا حطيتهم في الكفاية، بس أنا جبت لكم الحتة اللي إيه فيها ضلة شوية لأن حاطة فيها الخلقة، لأن الشمس هنا بصوا الشمس مش هيظهر فيها التصوير. شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله ياكلن، وبإذن الله هيبقى كويسات بإذن الله، اللهم بارك يا رب. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني هن بصراحة من أول ما طلعوا من فوق من امبارح كده حاسة إن هن إيه يعني فرحانات بالمكان اللي هن كانت قاعدات فيه دلوقتي أكتر من تحت. طبعا هنا وسع وتراب وأي رمحن، ونجي شوية أنا ناخد عندي شوية لما أكونش ورايا حاجة خالص يعني تحت، أنا جاي نفتح لهن الكفاد ونخليهن رمحن. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين ان هيقعد ايه يرمح على كده شايفين
بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا طالع فيهن ديوك كتير يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اللهم صل على سيدنا النبي. احنا مكملين يا جماعة بالعلف الناعم زي ما اتفقنا بإذن الله كده، والمية. طبعا عنديكي انا هنحط خل، انا ما جبتش مضاد زي يا جماعة، زي ما قلت لكم انا ما جبتش مضاد. هنحط خل، هنحط بصل، هنحط شوية توم ونبشرهن على المبشرة دي، وهنحطها ليهن على العلف ذات نفسه، والمية اللي هتصفى دي هنحطها في المية. تمام. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اي حاجة يا جماعة عندك في البيت حطي منيها، هي مفيدة وهتبقى ان شاء الله بإذن الله خير ورزق ليك. تمام. اهم حاجة تنظف المكان، اهم حاجة يشوفن الشمس. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. احنا مش هنعتمد على تربية نحط تحت البنورة والكلام ده يا جماعة، لا، احنا هنا هنربوا تربية عادي قديمة يعني زي ما اقولوا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هنا طبعا ايه فرحانات بالمكان خالص. اللهم صل على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ان شاء الله كده باذن الله ربنا يتقبل مننا رمضان كده واحنا في احسن حال. اللهم يعني يتسلم منا كده وهو راضي عنا، ان شاء الله يرضى عنا ويبقى صيامنا مقبول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يتقبل صيامنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هذا حبايبنا. شايفين بسم الله ما شاء الله. لازم العلف طبعا يكبوا منا كده وبعدين هيرجع ياكلوا. شايفين؟ احب انا الشمس، طبعا الشمس جميله وحلوه ومطهره يا جماعه، فيها فيتامينات وكالسيوم ان شاء الله باذن الله كده استفدنا بيها. شايفين الميه؟ يشربوا من الميه، الميه فيها كالسيوم يا جماعه زي ما اتفقنا، حاطين فيها في الكالسيوم بتاعنا اللي كنا هنحطه منها للطيور والبط بتاعنا. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين؟ راحن في الشمس. فانا مش عارفه نصور من فوق، تعالى عشان الكفايه بس. شايفين؟ هذا الكفايه من فوق يا جماعه عشان مفيش حاجه تنزل فيها، معلش عشان الشمس طبعا والاضاءه، ونحطها ايه في الشمس. اللهم صل على سيدنا النبي. ده فيديو يا جماعه عن الكتاكيت اللي احنا جبناهن والمتابعه بتاعتهن دي كده يا جماعه 8 ايام. فباذن الله كده باذن الله كملوا مع بعضنا فيهم ونشوفوهن باذن الله كده هيوصلن معانا لحد وين. طبعا هن الديوك انا مش محتاجه ديوك، فلو الديوك كلهن هندبحن باذن الله. انا ربوا يا جماعه حاجه للبيت عشان الواحد يلقى له حاجه في البيت يستر نفسه بيها. الاولاد لما يكونوا عايزين حاجه الواحد ما يشتريش حاجه من بره زي ما اتفقنا يا جماعه، وحاجتك في البيت طبعا. وان شاء الله باذن الله البط لما بيض باذن الله كده باذن الله هنحطه بيض فروج من اللي عندنا وبيض فراخ، وباذن الله كده ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطرنا وهيطلع لنا ان شاء الله باذن الله ويدينا انتاج كويس. طبعا الحاجه اللي في البيت البلدي مهما كان يا جماعه يعني هو ده انا هنربيه وكل حاجه، بس مش هيبقى اللي هو انا هنطلعه من تحت البطه عندنا. تمام. فان شاء الله كده باذن الله تتابعوا معانا، واول ما البط بيض هنتابع مع بعضنا اول باول، وهنشوفوا ازاي نحطوا الفراخ ونحطوها ميتة ويطلع على كام يوم. طبعا في سؤال بعتلنا من كام يوم ان الوزة واحدة عنديها وز، يعني هتقول لي الوز راقد هيقعد قد ايه راقد. اولا يا جماعة انا يعني الحمد لله انا مش هربي وز، تمام، ماليش فيه خالص بصراحة. يعني هم لا هنا ولا في بيت قبل ما نتجوز، يعني لا حماتي هنا كانت تربي ولا امي كانت تربيه. اللهم صل على سيدنا النبي. لكن اللي انا نعرفه يعني من الناس اللي هتقول ان هو ممكن يوصل 28 يوم و30 يوم على حسب ما هو البط يا جماعة لما يجي يرقد في الصيف غير الشتاء. تمام. والفراخ او الفروج برضو لو رقدت على البيض، بيض الفراخ ذات نفسه برضو ممكن ياخد 21 يوم 22 يوم على حسب الجو، فاهميني؟ فالبيئة اللي هي المحيطة بيه ممكن يتغير من يوم او 2. ممكن في حاجة أبيض أترقد على الحاجة من تاني بيضة أو تالت بيضة فأدفيها بدري فيبتدي يطلع بدري شوي. في حاجة ترقد على البيض بعد ما تخلص بيض نهائي، فاهميني؟ مش هتدفي الكتاكيت من الأول خالص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله نكونوا بإذن الله قدر نردوا على أي سؤال يتبعتلنا، وإن شاء الله بإذن الله قدر نكون عند حسن ظنكم. وتشتركونا في القناة بالله عليكم يا جماعة، اشتركوا لي في القناة وكبروا القناة، وإن شاء الله بإذن الله قدر القناة تكبر بيكم ويجعلها، ادعوا لي كده في رمضان يجعلها باب رزق لي ولأولادي يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. ادعوا لي بالله عليكم يا جماعة. دعوة الصائم إن شاء الله بإذن الله لا ترد، إن شاء الله ربنا مرد دعوينا اللي كلها تكون خير لينا والإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم امين. يعودها على المسلمين اجمعين في كل مكان يا رب العالمين. تمام يا جماعه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. انا هصور لكم من فوق طبعا، فان شاء الله باذن الله الاضاءه تكون ايه واضحه كده معاكم. شايفين الشمس؟ احنا هيروحوا في الناحيه اللي فيها الشمس، الناحيه دي فيها ضله، انا قاسمه الحته دي ضله والحته دي شمس.
فهن يبقى ليهن حرية الاختيار طبعا ايه يقعدن فيها. وانا حطيت المية هنا وحطينا الاكل بتاعهن تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله هن يشربنها. شايفين هن طبعا اغلبيتهن شكلهن ايه ديوك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. صلوا على النبي يا جماعة واشتركوا في القناة وما تنسوناش من دعواتكم وذكروا الله دايما في كل وقت وفي كل حين قد احنا صايمين. ما تنسوش اي حد من المسلمين في كل مكان، ادعوا بالشفاء لكل المسلمين في كل مكان، ادعوا لاي حد محتاج ربنا ان شاء الله باذن الله قد ما يحوج حد يا جماعه. واللي عندما كان ربي بدل ما يسأل الناس ويقول ادوني يربي غيره ربي يعمل اي حاجة يعني بحيث ان هو يقي نفسه ان هو يسأل الناس عن حاجته. ربنا عزنا وعزكم اللهم امين اجمعين. اللي في ايده مشروع يا جماعة عايز يعمله لو ابتدى باقل التكاليف يعمله افضل من ان هو يروح ويستلف ويتداين مع الناس ويقول ادوني وهو قاعد في البيت. دي نصيحة لوجه الله يعني احنا في رمضان وصايمين. شايفين بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله كده الفيديو يعجبكم ونال رضاكم وان شاء الله كده باذن الله تشتركونا في القناه. بالله عليكم يا جماعه اشتركوا في القناه واعملوا مشاركات مع اصحابكم مع اهاليكم وان شاء الله باذن الله كده تفرحونا والقناه يا رب يا رب اللهم امين. كده احنا صايمين يا رب دعوه الله ترد ان شاء الله كده القناه تكبروها لينا اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا قبل ما شايفين انا بس حبيت نصورها ليكم عشان ايه تشوفوهم قبل ما ننهي الفيديو من جوا. شايفين بسم الله ما شاء الله قاعدين في الشمس ازاي. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.